حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. دايما كده، وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا يا رب. عملت لكم بقى الكحك والبسكوت والغريبة والانكشير بأسهل طريقة. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، جميل جدا جدا وما خدش وقت، والمكونات كلها في كل بيت يعني، ومش مكلف خالص. دلوقتي الأسعار بره غالية جدا، فقلنا نجربه كده بحاجات بسيطة معاكم وسهل جدا. بصراحة أنا أول مرة أعمله، كنا على طول برضو بنجيب جاهز، بس قلت اجربه وطلع اطعم واحلى وانضف وكل حاجة فعلا من البيت. وكفاية اللي انت عاملاه بايدك وبنظافة، والواحد بيفرح بصراحة اما بيعمل حاجة وتنجح معاه. تعالوا بقى نشوف الطريقة. جبنا كوباية دي كده الغريبة، هنعملها معاكم الاول. جبنا كده كوباية من السمنة، هي خارجة من التلاجة، ومعانا ربع كوباية من السكر المطحون طبعا ونخلينه معاكم اهو. دلوقتي برضو بينزل حبيبات كده برضو في الاخر، فلازم يبقى كله مطحون معانا كويس. وهننزل بقى كده بكوباية السمنة، هي طبعا كانت في التلاجة، او المفروض الغريبة بتتعمل كده، بس في ناس بيعملوها بطريقة تانية برضو بتبقى ناجحة معاهم، بس انا قلت اجربها كده معاكم برضو بالطريقة دي. هننزل بقى بالكوباية بتاعت السمنة كده كلها، وهنحاول بقى نقلبها كده بالمضرب، وبعد كده هنضربها بقى كويس جدا لحد ما يتجانسوا كلهم مع بعض، ويبقى الشكل بتاعنا شكل الكريمي كده بالظبط. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنضربها شوية حلوين، انا طبعا فصلت الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بصوا الشكل توصل معانا للشكل الكريمي كده. طبعا هنضربها برضو شوية تاني. طبعا بنجيب المعلقة وبننزل من الجناب عشان خاطر يبقى كله زي بعضه. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. بس كده، وهننزل بقى كده نقلبها كويس. هننزل كوبايتين من الدقيق، طبعا انا نخلاهم كويس جدا، نخلاهم مرتين بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس كده ما شاء الله. هننزل كده بباكت كده من الفانيليا ورشة ملح خفيفة خفيفة جدا. طبعا اللي حابب يحط فانيليا، حابب مش حابب خلاص، هي كده كده الغريبة في ناس كتيرة ما بتحطش عليها فانيليا عادي يعني، بس انا بحب لها الفانيليا، بحب تبقى ريحتها احلى. طبعا هنلم كده العجينة، هنلمها كده بالمعلقة كويس، وبعد كده هننزل بقى ايه، نحاول بقى نعملها كده بايدينا عشان نشوف بقى العجينة معانا هتحتاج ايه تاني. طبعا طول ما انتي بتقلبي كده انتي بتقلبي يعني، مش بتبسي ولا كده، لا بتلمي بس، تلمي كده العجينة بالراحة لحد ما كلها هتشوفوها بقى الشكل النهائي، لحد ما تلزقش في ايدك خالص. لو بتلزق هتنزلي بحبة دقيق تاني، لكن بصوا انا ما نزلتش باي دقيق ولا اي حاجة تاني، لميتها كويس جدا. بصوا ما بتلزقش خالص طبعا بايدي التانية عشان خاطر تبان. بصوا عاملة ازاي، طبعا ولا شققت ولا اي حاجة خالص زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن كده. خلاص نجيب بقى الصواني بتاعتنا، وهنحاول بقى نشكلها. طبعا بنعملها بحجم الايه يعني، زي ما انتوا شايفين كده، حجم صغير جدا عشان بعد كده ايه تفرش معانا شوية ولا حاجة تبقى مظبوطة. بصوا اهي ما شاء الله تبارك الرحمن، او اكبر من الزيتونة بشوية يعني. بصوا عاملة ازاي. طبعا هعمل الكمية كلها، عملت واحدة تاني معاكم عملت. بصوا اهو ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الفرن سخن جدا وحطيناها على الشبكة، يا دوبك اخدت بسيط لون من تحت كده، او زي ما انتوا شايفين طلعتها وسبتها لحد ما بردت خالص، شلتها من الصواني. بصوا دايبه دوب وتحفه بصراحه، كانت ناجحه جدا معايا واول مره اعملها. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا ما بحبش عليها مكسرات ولا اي حاجه عليها. هنعمل معاكم بقى لانكاشير. هنجيب نص كوبايه من السمنه. بصوا ما شاء الله، هننزل بيها كلها. نزلنا بالنص سكر
طبعا بودرة نص كوباية، كله نص كوباية. حطينا نص كوباية دي السكر بودرة كده، برضو بنقلبها كويس جدا. تحس ان الطرق كلها شكل بعض، بس في حاجات بتزيد فيها طبعا، هي دي اللي بتختلف معاكي في العجينة وفي الطعم. بصوا طبعا هندوبها كويس جدا كده لحد ما تبقى برضو لونها كريمي. دي مش بنحتاج فيها مضرب الكهرباء خالص. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا شكلها بقى عامل ازاي. بصوا ما شاء الله. طبعا عامله كميه قليله جدا عشان خاطر قلت اول مره اعملها، قلت اجربها. طبعا بنجيب بيضايه واحده وبننزل عليها بالفانيليا. طبعا اللي حابب فانيليا عادي باكت، بس انا بحب استعمل بصراحه الاتنين لحد ما البيضه تدوب معانا خالص مع السمنه والسكر. هننزل بقى ايه بنص كوبايه من النشا برضو. طبعا انا كله نخلاه كويس جدا. طبعا وبنقلبه. كنا محضرين كوبايه من الدقيق، هي بتاخد من كوبايه لكوبايه ونص من الدقيق حسب نوع الدقيق اللي انتي بتستعمليه. انا اخدت مني الكوبايه دي بس، ما اخدتش مني نص تاني. طبعا ونحط معلقه كده، يعني نص معلقه ممسوحه من البيكنج باودر. بصوا ممسوحه كده. وبنقلب بقى كويس. نلم كده برضو العجين، نحاول نلمه بس كده ونستعمل بعد كده ايدينا. انا ما اخدتش مني دقيق تاني، في ناس بتاخد منها حسب النوع الدقيق اللي انتي بتستعمليه. بتقعدي تقلبي لحد ما العجينه ما تلزقش في ايدك، وفي نفس الوقت بتعملي الكوره ما تشققش معاكي. صراحه لقيته سهل جدا جدا بصراحه، يعني عشان كده قلت اجرب في حاجات بسيطه. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا انا جربت كوره اهو برضو. بصوا ما شاء الله، ولا شققت ولا اي حاجه خالص. هنحضر بقى الصينيه بتاعتنا. هنعملها بقى كده كور زي الزيتونيه، الحجم بتاع الزيتونه. طبعا كور كده بس على طول ونسيبها، مش الغريبه بندوس عليها دوسه صغننه كده، لكن دي كور كده بتتحط كده كده بتعمل الشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا عامله ازاي. طبعا عملت اهي الصينيه الاولى، عملت معايا صينيتين كده 3، كميه بسيطه جدا. بصوا بعد ما دخلناها طبعا في الفرن كان سخن جدا. بصوا طلعت بقى الشكل ده تحفه ما شاء الله. بصوا عامله ازاي. طبعا جبت بقى ايه، كنت عامله مربى قبل كده معاكم برضو في القناه، حطيتها في كيس كده زي ما انتم شايفين. هنزين بيها بقى كده، نحاول نلزقها في بعض، نلزق كل اتنين كده في بعض. طبعا انا المفروض اكتر شويه عشان خاطر تخرج من الجناب، بس هي ايه عملتها بقى المره اللي وراها كانت مظبوطه معايا. طبعا اللي موجود في البيت، اي تزيين عندك موجود في البيت استعمليه. فانا كان عندي فرماسيه طبعا اللي هو بالشوكولاته ده، وفي عندي اللي هو الملون. بصوا شكلته بيه وطلع طبعا شكله جميل جدا. بصوا عامل ازاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. اهو بصوا بقى الشكل النهائي عامل ازاي. ما شاء الله بجد بجد تحفه، وما اخدش وقت خالص، وفي الفرن ما كملش يعني 10 دقايق، 7 8 9 دقايق حسب الفرن بتاعك. انا عندي ما كملش 10 دقايق، وكان جميل جدا جدا. اهو ده اللي هو اللانكاشير، وده الغريبه. انا ما بحبهاش بالمكسرات، انا بحبها ساده كده. ودي بقى الشكل برضو حطيت نقطه مربى كده في النص، وحطيت حبه شوكولاته، دي انا بحبها كده، ما بحبش المكسرات خالص، ولا انا ولا الاولاد. بصوا بقى الشكل النهائي. ما شاء الله تبارك الرحمن تحفه ما شاء الله. طبعا انا نزلت لكم الكحك عندي في القناه برضو والبسكوت، وقلت اعمل معاكم بقى اللانكاشير والغريبه. وان شاء الله المره الجايه باذن الله هعمل لكم السابلي والبيدي فور ان شاء الله باذن الله. بصوا انا جربت كده السابلي، عملت 3 صغننين خالص. بصوا عامله ازاي.
طبعا زينتها، بس المفروض بقى السابليه مش الشكل ده خالص، بس انا قلت اجربها كده وطلعت معايا حلوه، فقلت اجربها لكم بقى ان شاء الله ومع البيدي فور. وكل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده يا رب، وعيد سعيد عليكم جميعا. وما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات.